السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية. هنتعلم النهاردة مع بعض نعمل قاعدة بيضاوية تنفع لأي شنطة. النهاردة هنعملها مع بعض خطوة بخطوة. النهاردة هنستخدم قطن، خيط مكرمية قطن بيور 1.5 مللي، وهنستخدم معاه إبرة 3.5 سنتي. حابة اقول حاجة كمان عشان تتعلموا تعرفوا اكتر. لو انتي حابة تعملي القاعدة بمقاس معين للشنطة اللي انتي عايزاها، مش شرط تمشي بالتفاصيل اللي انا هقولك عليها. الغرز التزايد تمام، لكن انتي حابة تعملي مقاس مختلف عن اللي انا هعمله، اوكي. هنتعلم مع بعض النهاردة ازاي تطلعي المقاس اللي انتي عايزاه للقاعدة. نفترض ان انتي عايزة تعملي قاعدة بمقاس معين، طول معين، عرض معين. هتطلعيها ازاي؟ مثلا لو انت عايزة تعملي القاعدة بتاعتك طولها 25 سنتي وعرضها هيكون 10 سنتي. طيب انت هتبتدي كام غرزة سلسلة في البداية؟ هتبتدي كام غرزة؟ هتطرحي الطول من العرض. يعني احنا قلنا لو انت عايزة طولها 25 هتطرحيه من عرضها اللي هو 10، هيتبقى 10 سنتي 15 سنتي. طيب ال15 سنتي دول هتعمليهم ازاي؟ هتعملي عدد سلاسل معينة، مش شرط مثلا 10 20 سلسلة 35 سلسلة، على حسب كل سمك خيط بيطلع عدد سلاسل معينة. هي الفكرة كلها ان انت في الاخر هتقيسي بالمزورة بتاعتك، هيطلع لك العدد طول السلاسل اللي انت عاملاها 15 سنتي. بناء على كده يبقى انت القاعدة بتاعتك هيبقى طولها 25 وعرضها 10. النهاردة انا هشتغل معاكم القاعدة. هنقول بسم الله ونبتدي. معايا هنا ابرة 3.5 وابرة 2.5. هعوز طبعا المزورة، وهحتاج مقص وماركر. نسمي الله طبعا ونعمل عقدة البداية. اللي مش عارف عقدة البداية بتتعمل ازاي، في سلسلة تعليمية، سلسلة فيديوهات تعليمية انا عاملاها، خشي عليها وهتعرفي عقدة البداية والسلاسل بتتعمل ازاي، يعني خطوة بخطوة احنا ماشيين مع بعض ان شاء الله. نسمي الله ونعمل عدد سلاسل. طبعا زي ما انا قلت من شوية احنا هنعمل عدد سلاسل هيكون انا عايزة طولها 20، فمش شرط بقى هي كام سلسلة. المهم عندي ان انا اطلع طول السلاسل بتاعتي 20 سنتي. حداشر 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. تهيألي كده لسه موصلناش ل20 سنتي. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. هقيس بقى بالماسورة انا وصلت ل20 سنتي ولا لا. انا وصلت 26 وانا عايزاها لحد 20. هفكه لحد هنا تمام. هقيس تاني زيادة تأكيد عشان كل حاجة تطلع مظبوطة تمام. 20 كده. انا معايا، انا دلوقتي ماليش علاقة بعدد السلاسل، لان زي ما قلت في الاول ان كل خيط بيختلف عن الخيط التاني عشان سمك الخيط ده غير سمك الخيط ده. فسمك الخيط بتاعنا 1.5 مللي زي ما قلت في الاول. دي دلوقتي طول السلسلة بتاعتي
كده 20 سنتي انا قستها معاكم بالمزورة. الشغل هيكون عمود بلفة، يعني القاعدة اللي انا هعملها النهاردة هتكون كلها عمود بلفة. انا عايزة القاعدة بتاعتي لان هعمل منها شنطة، فانا بشتغلها معاكم وتعرفوا ازاي طريقة القاعدة. هنرتفع 3 سلاسل بمثابة عمود. انا كده ماليش دعوة بعدد السلاسل، انا هرتفع 3 سلاسل دي بمثابة اول عمود بلفة. 1 2 3. التلاتة اللي انا ارتفعتهم اهو، حاطه ايدي اصلا عندهم. طيب انا كده ارتفعت 3 سلاسل بمثابة عمود بلفة. هدخل في كل سلسلة عمود بلفة، همشي سلسلة سلسلة عمود بلفة. قلنا ده 1 2 3. خلاص نخش بقى هنا كل سلسلة عمود بلفة. اللي مش عارف عمود بلفة بتعمل ازاي هيتابع سلسلة السلاسل التعليمية اللي انا عاملاها، وهيعرف العمود بلفة والعمود والنص عمود. هنا العمود بلفة انا بلف الخيط كده على الابرة وبخش في الغرزة واطلع بيها في السلسلة. عندي هنا 3 فتلات، بطلع من 2 وارجع اطلع من 2. ده العمود بلفة، فده اللي انا هشتغل بيه القاعدة كلها. يعني انا عندي القاعدة كلها هتبقى شغالة كده عمود بلفة. هشتغل معاكم اول سطر عشان ما اطولش عليكم الفيديو. الخيط هنا يعني يبقى محب ان انتي تشدي ايدك فيه عشان الغرز تطلع واضحة وثابتة، عشان تطلع شكلها حلو. انا هنا بخش في السلسلة هنا جنبين، بخش في الجنب هنا هفك هنا لان الخيط هنا سايب فتلة صغيرة، ما ينفعش ان انا اعدي خطوة زي دي عشان الشغل يطلع شكله احسن. كل السلاسل اللي انا عملتها هشتغل فيها عمود بلفة. انا هنا ما عملتش اي حاجة ومش هعمل اي حاجة غير اني بشتغل عمود بلفة في الجنب ده كله. يعني الجنب ده كله عمود بلفة. انا اشتغلت معاكم كذا سلسلة كذا عمود بلفة. هكمل انا بقية العواميد دي كلها وارجع لكم تاني عشان انا هنا قربت اوصل لاخر سلسلة، حبيت نشتغلها سوا عشان محدش يتلخبط ويتوه مني. انا هنا في اخر سلسلة. اخر سلسلة هيبقى فيها 6 عمود بلفة، يعني 6 عواميد. ال6 عمود بلفة في نفس السلسلة. لازم ناخد بالنا ان احنا بنشتغل اخر سلسلة. السلسلة دي هيبقى فيها 6 عمود بلفة. هنا قابلني مشكلة في الخيط وانا شغالة، ان الخيط طلع مفتل كده مش حلو، فربطته. يبقى قلنا اخر سلسلة دي هيبقى فيها 6 عمود بلفة. ناخد بالنا نعدهم كويس عشان هيبقى فيهم تزايد ومش عايزين نتلخبط. ونفس السلسلة 1 2. طيب دلوقتي انت لو انت خايفة تتلخبطي في السطر الجاي علشان هيبقى فيها تزايد، ممكن تجيبي ماركر عادي خالص. احنا كده عملنا 2 بس. تعلمي كده ان دي السلسلة الاولى بتاعت التزايد، واحنا شغالين كده في التانية. يبقى باقي 4 عواميد. ده 1 ده كده 3
4 5 6. كده انا اشتغلت الدايرة دي كده 6 عواميد في نفس الغرزة. اعدهم بقى 1 2 3 4 5 6. احنا كده ماشيين تمام. هنعمل ايه بعد كده؟ هنمشي عادي خالص فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. انا شغالة بخيط اسمر، مش عارفة هو واضح في الشغل ولا لا، اتمنى بجد يكون واضح، ولو مش واضح نعمل لكم كمان مرة قاعدة كمان مفيش مشكلة. طبعا الفتلة دي هي بتاعت عقدة البداية. طيب علشان ننظف الشغل احنا هنشدها كده، علشان لو عقدة البداية وسعت مننا واحنا عاملين في اول سلسلة 6 عواميد بس نشدها كده كويس علشان ننظف شغلنا اول باول. هنحطها تحت الشغل عشان ما تبانش. طيب احنا خلاص عملنا 6 عواميد، يلا بقى نشتغل فوق كل عمود بلفة عمود. هنخش في الجنب التاني من السلسلة اهو، وطبعا الخيط هنا تحت الشغل مش باين. طيب اللي حابب ان هو يحط برضو ماركر في نهاية ال6 عواميد عشان ما يتلخبطش يحط. تعالى نعدهم مع بعض. ده 1 2 3 4 5 6. هنحط هنا ماركر علشان ما نتلخبطش. حط الخيط بتاع البداية هنا تحت الشغل وعمود بلفة فوق كل عمود، عمود بلفة فوق كل عمود، وطبعا الخيط تحت الشغل علشان يتدارى عشان يبقى بننضف اول باول. زي ما قلت القاعدة دي تنفع لأي شنطة انتي حابة تعمليها، وخصوصا الشنط الترندي اللي طالعة اليومين دول بتاعت الصيف. اللي هنعمله ايه؟ ان احنا هنمشي هنا زي ما انا اشتغلت معاكم كل ده سلسلة عمود بلفة فوق كل سلسلة اللي هو مقابل العمود التاني. يعني كل دي سلاسل، كل السلاسل دي هنشتغل فيها عمود بلفة مقابل كل عمود. وكمان عايزين نعمل حاجة عشان نتأكد ان احنا ماشيين صح وشغلنا تمام. هنعد من قبل التزايد. انا خلاص ماليش دعوة بالتزايد، يعني انا التزايد علمت اوله واخره ما تعدهوش. عديلي من قبل التزايد من هنا لحد هنا كام سلسلة، بس لما نخلص السطر التاني كله، الصف ده كله هنعد هنا وهنا في عدد السلاسل هنا نفس عدد السلاسل هنا، وبناء على كده يبقى احنا ماشيين تمام ومش هنتلخبط وكل حاجة ان شاء الله تبقى زي الفل. انا هخلص بقية الصف ده وارجع لكم. طيب انا هنا قربت خلصت السطر، قربت اخلصه. هنيجي هنا بقى لاخر سلسلة. اخر سلسلة فيها عمود بلفة، اوضحها لكم اكتر. اخر سلسلة فيها عمود بلفة وفيها ال3 سلاسل اللي احنا ارتفعناهم بمثابة عمود، فيبقى احنا كده عندنا في السلسلة دي 2 اللي هي ال3 سلاسل اللي ارتفعناهم بمثابة عمود وكمان عمود بلفة، يبقى احنا كده عندنا 2. واحنا هنا الجنب التاني تزايدنا في اخر سلسلة ب6 عواميد بلفة، يعني المفروض نعمل هنا 6 واحنا بالفعل عندنا 2، يبقى احنا مطالب ان احنا نعمل 4. هيبقى اخر سلسلة اهي 1. اللي حابب يعلمها بالماركر يعلمها عشان ما يتلخبطش او ينسى. هو انا بالنسبة لي مش عايزة اعلمها، بس بعلمها علشان خاطر اللي بيشتغل معايا القاعدة يكون
شايف اكتر ومستريح اكتر، لان انا الخيط كده مقلقني اللون بصراحة. قلنا اداة 1 2 3 4 4. وقلنا هنا 3 سلاسل الارتفاع 5، والعمود اللي هو اول عمود كده 6. طيب هنقفل عادي خالص. هنقفل فين؟ هنقفل فين؟ في هنا اول 3 سلاسل اهم، اول 3 سلاسل. جيب بس ابرة ارفع شوية عشان اعرف اقفل، لان اقفل بمنزلقة. اول 3 سلاسل هنعد 1 2 3، هنخش في التالتة نقفل بمنزلقة. عشان كده بستخدم لها ابرة ارفع. كده انا قفلت بمنزلقة عادي. بقى هرتفع عادي خالص. خلينا نرتفع سلسلتين دلوقتي. تعالي بقى نعد ال6. قلنا البداية اهي معلمينها بالماركر. 1 تبقى 2 3 4 5. ال5 اللي هي العمود اللي هي ال3 سلاسل، وهنا ال6. هجيب بالماركر اعلمها. طيب انا قلت ان احنا المفروض، وعلى فكرة كمان هقول حاجة، في ناس ممكن تقفل فين؟ مكان الماركر هنا بتنفع برضو. شوفوا انا هنا قفلت معاكم، انا ممكن برضو اقفلها في الاولانية. هوريها لكم برضو اهي. دي قفلة ودي قفلة، الاتنين عادي. هتديكي برضو نفس النتيجة. هتديكي نفس النتيجة ليه؟ لان انت هتيجي تعدي ده 1 2 3 4 5 اللي هو ده، والسادس اهو اللي فيه الابرة اصلا. فهعلمها برضو بماركر. كده ينفع وكده ينفع، يعني الاتنين تمام اوكي مفيش مشكلة. طيب انا هرتفع هنا 3 سلاسل. ادي 1 2 3. قبل بقى ما اخش على السطر التاني نوضح احنا عملنا ايه في السطر الاولاني. احنا اشتغلنا عدد سلاسل معينة. المهم عندي ان انا قستها بالمزورة طلعت 20 سنتي. بعد ما قستها بالمزورة وطلعت 20 سنتي، انا وضحت برضو انه مش كل سمك الخيوط بيديكي نفس السلسلة، سلسلة اكبر سلسلة اصغر كده. بعد ما انا اشتغلت، بس الفتلة الصغننة دي مش حلوة. بعد ما انا اشتغلت وطلعت 20 سلسلة طولها 20 سنتي، اشتغلت سلاسل عمود بلفة كله اسفة، عمود بلفة. ووريكم العمود بلفة بيشتغل ازاي. واللي حابب توضيح اكتر للعمود بلفة يخش على السلسلة التعليمية هيلاقي العمود بلفة الفيديو بتاعه. جيت في اخر السلسلة عملت 6 عمود بلفة، علمتهم بالماركر. وبعدين لفيت الجزء التاني كله عمود بلفة، وجيت هنا برضو في اخر 6 عمود بلفة. ننتبه ان السلسلة الاولانية كان فيها 2 واحنا اشتغلنا 4، فبقى الاجمالي بتاعه 6 عمود بلفة. طب حلو. حلو برضو. واحسن لو انتي مبتدئة او خايفة انك تتلخبطي انه تعدي عدد السلاسل هنا نفس عدد السلاسل هنا، يبقى انت كده شغالة تمام. لما يطلع الاتنين متطابقين يبقى انت كده شغالة تمام. خلاص انا كده اشتغلت السطر الاولاني. هنرتفع للسطر التاني. هنعمل ايه بقى؟ احنا بالفعل هنا اشتغلنا 3 سلاسل اهو. 3 سلاسل دول زي ما قلنا بمثابة عمود بلفة. انا هنا لما قفلت معاكم اللي قلت الخيط تقفيل الشغل ان خدته تحت الغرز عمود بلفة عشان ان هو يبقى يعني ما يعطيش شكل وحش. كان في فتلة برضو استبت منه. وانا بحب اقص اول باول، يعني احب انضف الشغل بصراحة اول باول كده علشان خاطر ايه ما انساش حاجة. طيب يلا
نكمل. شيل بقى الماركر، هنسيبه برضو على جنب عشان هحتاجه. انا ارتفعت 3 سلاسل، ال3 سلاسل دول بمثابة عمود في نفس الغرزة اللي انا ارتفعت بيها. هنعمل ايه؟ نخش عمود بلفة، يبقى انا كده اشتغلت في الغرزة دي 2 عمود بلفة. وحابة برضو اوضح حاجة، لو انتوا لقيتوا يعني ال3 سلاسل يعني في زي عوجة كده، في معوجة كده عادي خالص في القوة، خلوها سلسلتين، لان ممكن في مرة ايدك تبقى مشدودة قوي ومرة لا، فخلوها عادي 2 حسب شكلها معاكوا هيبقى طالع ازاي. يعني كده تنفع وكده تنفع، مفيش مشكلة. ممكن تكوني سلسلة شدتي ايدك فيها وسلسلة لا. طب انا هعمل ايه؟ هعمل فوق كل سلسلة اللي هي حرف الفي دي هعمل برضو عمود بلف. هعمل معاكم، لفيت الخيط على الابرة بقى معايا 2، دخلت هنا تحت الفي اهو، شديت الخيط طلعت ب3 فتلات، هطلع من 2 وكمان اطلع من 2. هيبقى السطر ده كله همشي، وهاجي عند التزايد هيبقى عند ال6 هنا هيبقى فيه تزايد، فهيبقى ليها شغل تاني. بس ننتبه ان كل غرزة فوقها غرزة ايدنا مشدودة. تمام كده. فوق كل غرزة غرزة. احنا دخلنا في حرف تحت حرف الفي، يعني احنا هنا دخلنا تحت حرف الفي عمود اهو. طبعا هنا مش حابين ان احنا نحط ماركر لان هي واضحة، يعني هي واضحة ان انت هنا ابتديتي سطر جديد. فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. هكمل للاخر وارجع لكم. انا هنا قربت اوصل لل6 عواميد، هشيل الماركر. احنا هنا خلاص دي اول سلسلة اللي هي بداية ال6 عواميد، يعني ده 1 2 3 4 5 وده السادس. هنعمل في كل غرزة تزايد، تزايد يعني 2 عمود بلفة في كل سلسلة اللي هي بكل عمود ولف بلفة. ده 1 2 في نفس السلسلة اللي هو في نفس العمود بلفة، يبقى انا كده عملت تزايد 2. احط الماركر عشان ما اتلخبطش. الغرزة اللي بعدها 2 عمود بلفة، ده تزايد. الغرزة اللي بعدها 2 عمود بلفة، اللي بعدها 2 عمود بلفة، انا عامله التزايد معاكم. انا هنا عديت غرزه، ثواني اتاكد. لا ما عدتهاش، شغاله صح. يبقى 2 عمود بلفه، اللي بعدها 2 عمود بلفة، نيجي بقى لاخر سلسلة اللي هي العمود بلفة يتعمل فيه كمان 2. انا شلت الماركر هنا، ادي 1 2. احط الماركر عشان ما اتلخبطش. اعد بقى عشان اتاكد انا ماشيه صح ولا لا. الماركر الاولاني اهو
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. فاحنا كده ماشيين صح. 12 تزايد، يبقى لان احنا عاملين في السطر الاولاني 6 والتزايد في كل غرزة 2 يبقى 12. مظبوط كده. نشتغل فوق كل سلسلة عمود بلفة، فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة، نفس الطريقة بتاعت السطر اللي فات اللي هو السطر الاولاني. فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. مش عايزاكي تشدي ايدك قوي في الخيط ولا ترخي ايدك قوي، يعني خير الامور الوسط، لا كده ولا كده. فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. الخيط اللي انا مستخدماه مكرمية قطن، ملي ونص. الخيط خفيف وحلو جدا في الشنط الصيف بالذات، ويعني نتيجته حلوة جدا، نتيجة الشغل بتاعه حلوة جدا، بتديكي نتيجة كويسة وشنطة خفيفة. واكتر شنط منتشرة بالخيط ده هي الشنط البحر، انها بتحط فيها حاجات كتير، فبتبقى عايزة شنطة تكون خفيفة. فالخيط المكرمية يعني خيار كويس. فطبعا انت ممكن تختاري اي نوع خيط انت عايزاه وحباه. ممكن تتعمل بكليم، ممكن تتعمل بخيط سلسلة، ممكن تتعمل بخيط هيمالايا، ألز، اللي انت عايزاه اعمليه. انت مش محكمة ان انت تعملي بخيط معين. الخيط ده يرجع للعميلة اللي انت حباه. بس هي الفكرة في انه الخيط ده ممتاز في الشنط دي، فانتي وراحتك. طبعا انتي لو حابة الوقت شفتي القاعدة البيضاوية، لان انا قلت لكم ان القاعدة دي معمولة عشان شنطة، فالقاعدة دي تبقى كويسة والخيط فيها يبقى حلو، اللي هيشتغل بيها ان شاء الله يعجبه يعني. فبقولك لو انتي حابة ان انتي تقومي تشتغلي دلوقتي، تعملي اللي انتي عايزاه بيها بأي نوع خيط، يعني قومي متستنيش حاجة. وهقول حاجة كمان بقى للي بيحبوا يشتغلوا الكروشيه. الكروشيه ده عايز مزاج، يعني ما تشتغليش كروشيه وانتي مزاجك وحش. عايزة تطلعي قطعة فنية من تحت ايدك، لان برضو يعني اللي بيشتغل كروشيه ده فنان على فكرة. مزاجك يبقى رايق كده، يعني فنجان قهوة، كوباية شاي، عصير، اقعدي بمزاج، هتطلعي احسن قطعة في حياتك. وكل مرة هتعملي الشغل بحب ومزاجك رايق، هتلاقيكي بتقولي دي احسن قطعة انا عملتها. في كل قطعة هتقولي كده. طب احنا هنا خلاص وصلنا لاخر السطر. الماركر بتاع بتاع ال6 عواميد اللي في السطر الاولاني اهو شلته. هنشتغل ايه بقى؟ اتنينات. 1 2. نحط الماركر علشان ما نتلخبطش. احنا كده عملنا 2 في اول عمود بلفة، يبقى تاني عمود 2 علشان التزايد هنا يبقى زي الناحية التانية، فيبقى انتي ماشية على خطى مظبوطة، غرز عددها مظبوط، يطلع لك احسن نتيجة.
عد هنا انا اشتغلت كام غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا كده معايا 10 عمود بلفة. طيب احنا قلنا ان هما 12 عمود بلفة، ما هو احنا بالفعل في الاول خالص لو تتذكروا ارتفعنا 3 سلسلة وقلنا ان ده بمثابة عمود بلفة، وعملت كمان عمود اهو، فيبقى انت كده عملتي 2 عمود ومعاكي هنا 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهنا 2 يبقى 12. هنقفل المنزلقة فين؟ 1 2 3 اهو، هقفلها هنا. اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دي 11 و12 اللي انا قفلت فيها اهو. احط الماركر علشان ايه ما نتلخبطش. تمام كده اهو. طيب ارتفع بس سلسلتين او 3 سلاسل زي ما قلت، حسب ما انت ايدك اتشدت ازاي في السلسله. يعني لو انت عملتها ضيقه جدا خليها 3، عملتيها واسعه شويه خليها 2 اهو. انا ضيقت في اول سلسلتين عادي خالص وعملت التالتة برضو اهي. نشرح بقى عملنا ايه في السطر التاني ده عشان الدنيا تبقى واضحة اكتر. طيب ايه اللي احنا عملناه؟ احنا عملنا هنا السطر التاني، انا شرحت السطر الاولاني. السطر التاني ارتفعت 3 سلاسل وعملت في نفس الغرزة عمود بلفة، يبقى انا كده عندي في نفس السلسلة 2 عمودين منهم 3 سلاسل بمثابة عمود والعمود بلفة. مشيت فوق كل سلسلة اللي هي فيها عمود بلفة عمود بلفة. بعدين جيت هنا عند 6 عمود بلفة اللي احنا كنا معلمينهم بالماركر، عملنا في كل غرزة تزايد، فبقى عندي 12 عمود بلفة. عملت ماركر في الاول وماركر في الاخر علشان ما اتلخبطش. مشيت الجنب التاني كله عمود بلفة، وجيت عند 6 اللي في الجنب الاخير عملت 2 تزايد، فبقى عندي 12 عمود بلفة. ده السطر التاني، سهل جدا. القاعدة شرحها بسيط جدا وخطواتها سهلة جدا، لان هي كلها بالفعل غرزة واحدة اللي هي عمود بلفة، بس هي الفكرة في التزايد. يعني امتى هنحط 6 غرز، امتى هنعمل تزايد، امتى التزايد اللي هو 2 يعني 12 غرزة، امتى السطر الثالث ارتفاعه هيبقى التزايد ازاي، الرابع التزايد ازاي. هي الفكرة كلها في التزايد، فالجوانب الاتنين شغلهم سهل جدا، فالتركيز كله في الزوايد. طيب يلا نعمل السطر الثالث. هنبتدي السطر الثالث. انا هشيل الماركر خلاص لان اصلا الارتفاع بتاع السلاسل هيبين لك ان دي بداية سطر. هنعمل ايه؟ نفس اللي عملناه في السطر الثاني، اللي هو احنا اتفقنا 3 سلاسل وفي نفس الغرزة خدت عمود بلفة اهو. خدوا بالكم ان انا هنا عملت 3 سلاسل بمثابة عمود بلفة وفي نفس الغرزة عملت عمود بلفة، كده في هنا تزايد اللي هو نفس اللي حصل في السطر الثاني. بس كده لحد كده تمام، امشي معايا خطوة بخطوة. ده اول خطوة يعني هي مش صعبة. هنعمل ايه بعد كده؟ زي ما عملنا في السطر الثاني، هنمشي فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، بس فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.
تتعلموا الاساسيات، تتعلموا غرز جديدة. وطبعا اللي حابب انه يبعت غرزة معينة او شنطة معينة حابب ان هو يعملها يبعت لي وانا اعملها له ونفذها له ويتعلمها، نعملها سوا. فاللي حابب حاجة يعملها يبعتها لي وانا اعملها له. هكمل السطر وارجع لكم. انا هنا قربت اوصل للتزايد. هنشيل الماركر، هنعمل ايه بقى في السطر الثالث؟ السطر الثالث هنبقى ماشيين عبارة عن ان التزايد هيبقى في ثالث سلسلة. يعني هنعمل عمود بلفة، نحط الماركر عشان ما نتلخبطش، وبعدين عمود بلفة 2. التزايد هيبقى في الثالثة 1 2. يبقى انا كده التزايد عندي في الغرزة الثالثة 1 2. التزايد في الغرزة الثالثة 1 الغرزة دي واسعة. 1 2 3 كده تزايد في الغرزة الثالثة 1 2 هنا اخر غرزة اللي هي فيها الماركر. انا هشيل الماركر عشان ده هيبقى فيها تزايد. ده 1 2. احط الماركر عشان دي اخر غرزة تزايد. طيب هنعمل ايه؟ هنمشي السطر كله غرزة 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 عادي خالص. انا هنا خلاص هوصل في التزايد. الغرزة اللي قبل التزايد نشيل الماركر، نفس اللي عملناه الجنب ده هو اللي هنعمله في الجنب ده. نعمل غرزة غرزة والتالتة تزايد. ادي اول غرزة، نعلم بالماركر عشان ما نتلخبطش. الغرزة اللي بعدها كده 2 يبقى في التالتة تزايد. ده 1 2 يبقى اللي بعدها غرزة، اللي بعدها غرزة، هنا التزايد. يلا نشتغل تزايد. نشتغل 1 2 التالتة تزايد.
ده تزايد. هنعمل نتأكد احنا اخر حاجة تزايد، 1 2 تزايد. طب مظبوط، 1 2 والتالتة بالفعل فيها التزايد، لان احنا لو فاكرين في اول السطر عملنا ايه؟ 3 سلاسل بمثابة عمود، وفي نفس الغرزة عملنا عمود بلفة. نقفل بقى الاول ونعد. انا كده قفلت. طيب انا هرتفع بس سلسلة معاكم لحد ما نعد ونشوف الدنيا. هنحط هنا الماركر. انا حاطه الماركر فين؟ في نفس السلسلة اللي انا عملت فيها منزلقة، بنفس السلسلة اللي انا قفلت بيها منزلقة. اظبط الشغل. اشرح الاول عملت ايه في السطر الثالث ونعد الغرز نشوف الدنيا عامله ايه معانا. انا عملت ايه فوق؟ اول لما طلعت 3 سلاسل احنا قلت ان دول بمثابه عمود. بعدين عملت في نفس الغرزه بتاعت ال3 سلاسل عمود بلفه، مشيت فوق كل عمود بلفه عمود بلفه. وبعدين جيت عند التزايد اللي هم كانوا 12 بدايتهم الماركر اللي انا علمته، عملت التزايد. التزايد في السطر الثالث عباره عن غرزة عمود بلفة، غرزة عمود بلفة، وفي الغرزة الثالثة هي اللي تزايد 2، يعني عمود عمود عمودين، عمود عمود عمودين، يعني التزايد في الغرزة الثالثة. وده بالفعل اللي انا نفذته هنا في الداير ده كله. لما خلصت الداير لفيت هنا غرزة غرزة غرزة، وجيت هنا في الجنب التاني عملت نفس الكلام، غرزة غرزة تزايد في الغرزة التانية. فكده اوكي تمام. عشان نتأكد ان الدايرة هنا قد الدايرة هنا هنعد ما بين الماركر ده للماركر ده وهكذا. تمام. هنا 16 من الماركر للماركر 16، ومن الماركر للماركر 16. يبقى احنا كده ماشيين على خطى ثابته، الشغل تمام، القاعده تمام قوي. طيب للعلم القاعده دي بالمقاس ده تعمل شنطه متوسطه، لا هي كبيره ولا هي صغيره، يبقى حلوه جدا. اللي عايز يثبت على كده ويوقف اوكي، واللي عايز يزود تمام. انا هعمل كمان سطر، والتزايد هيبقى بالطريقة دي. اعمل معاكم السطر الرابع، واللي حابب يزود يزود. شيل الماركر، نرتفع 3 سلاسل زي ما قلت. خدوا بالكم من طول السلاسل، حابة ترتفعي 2 حابة ترتفعي 3، اهم حاجة يكون العمود يعني نفس طول العمود بلفة. ده كده 1 اللي هو 3 سلاسل بمثابة عمود بلفة، وكمان في نفس الغرزة. انا مش هاخد الغرزة اللي بعدها، ده في نفس الغرزة هعمل عمود بلفة اهو. احنا كده 3 سلاسل ارتفاع بمثابة عمود والعمود بلفة في نفس الغرزة، يبقى احنا كده عملنا 2. هنعمل ايه؟ نفس ما عملنا في السطور اللي قبل كده، الاول التاني التالت. فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. ان شاء الله الفترة الجاية هعمل كذا ديزاين لشنط البحر بخيط المكرمية. اللي حابب يتابعني ويحابب يشوف الشنط والديزاينات الجاية يتابعني، وهتلاقوا ان شاء الله شوية شنط يعني حلوين جدا بصراحة. وطبعا الشنط الجاية هيبقى بقاعدة مختلفة، يعني دي قاعدة بيضاوية ان شاء الله. الشنطة اللي عليها الدور هتبقى بقاعدة مربعة، يعني هيبقى فيه اختلاف في الشغل. فتابعيني عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد. هنا خلاص انا قربت اوصل للتزايد، انا اهو في اخر عمود بلفة قبل التزايد. طيب هو التزايد في السطر الرابع عبارة عن ايه؟ التزايد في السطر الرابع برضو نفس اللي عملناه في الثالث، بس هو رابع.
فهيبقى التزايد 3 غرزة عمود بلفة، والرابعة هي اللي فيها التزايد. هنفك الماركر، هشيله، هعمل ايه؟ عمود بلفة كده. احنا في اول التزايد. احط الماركر عشان ما نتلخبطش. انا حاطه الماركر عشانكم والله. ده 1 2 3. في الرابعة هيبقى في 2 عمود بلفة، هو ده التزايد. ده 1 2، ده التزايد. نشتغل تاني. 1 عمود بلفة، 2 اجيب بس خيط، البقرة وقعت مني. 3. الرابعة فيها تزايد. نتأكد اخر تزايد كان فين عشان ما نبقاش متلخبطين. اهو 1 2 3، الرابعة فيها التزايد. اوكي، 1 2 3، الرابعة فيها تزايد. 2، ده 1 2 تاني اخر تزايد بقى. 1 2 3، الرابعة اللي هي فيها الماركر هشيل الماركر عشان اعمل فيها التزايد، اللي هي اصلا اخر غرزة في السطر الثالث اللي كان فيها تزايد. هعمل فيها التزايد واحط الماركر برضو. هذا 1 2، احط الماركر عشان متتلخبطوش. وطبعا عشان نتأكد ان احنا شغلنا تمام هنعد في الاخر، بس لما نعمل الجنب التاني ان شاء الله. نشتغل بقى فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. انا بنهي السطر بغرزة منزلقة اللي هي من تحت السلسلتين. ببتدي السطر ب3 سلاسل، وال3 سلاسل دول بمثابة عمود. وزي ما قلت لك ووضحت لك انه لو انتي ضيقتي ايدك في السلاسل ممكن يبقوا 3 سلاسل، وسعتي ايدك شوية هيبقوا 3 سلاسل. وحتى لو هما 3 سلاسل او سلسلتين، هي الفكرة في انه طولهم يبقى مساوي لطول العمود بلفة اللي بعدها، علشان ما يبقاش في حاجة طويلة وحاجة صغيرة. انا هنا عملت لكم في سطرين اصلا سلسلتين، وفي سطر تاني عملت فيه 3 سلاسل او سطرين. هو على الاغلب الرابع ده برضو 3 سلاسل. فهي الفكرة في انه العدد يكون متساوي، الطول قصدي انا اسفة يكون متساوي. انا كنت فاكرة اقيس لكم بالمزورة وهي 3 سطور على فكرة. ثواني كده اقيسها لكم. هنا ده في التالت لسه، ده اخر التالت. اخر التالت هنا 25. انتوا تفتكروا لو كنت قلت لكم في اول الفيديو ان احنا ازاي اصلا بنحدد هنعمل القاعدة هنبتديها بكام سلسلة؟ لان انا قلت لكم انه القاعدة لو انت هتعمليها مثلا طولها 25 في عرض 10، يعني هي هنا كده اهي 10. طيب في عرض 10 هنقسم 25 الطول في العرض 10، هيتبقى معانا 15 اللي هو بالفعل. تمام. هي اصلا مش باينه هنا لان مش هي دي الاساسيه. فهي هنا لو هي كانت 3 سطور هيبقى هنا لحد هنا 25، وكان هيبقى عرضها فعلا 10. طيب دي طريقه انا كنت عايزه اعملها قدامك اعملها لكم، بس انا نسيت واشتغلت السطر الرابع. فانت لما تحبي انك تطلعي مقاس هتشتغليها ازاي؟
هتطلعي مثلا القاعدة زي ما قلت لك انا عايزاها 25 في 10، هعمل كام سلسلة، مش لازما عدد السلاسل لان خيط من خيط يختلف، فهتعملي عدد سلاسل وتقيسي بالمزورة زي ما انا قست في اول الفيديو، وتطلعي التقسيم، هتطرحي ال10 من ال25 هيتبقى لك ال15، هيبقى ده طول السلاسل الاصلية، وبناء على كده تلفي بقى وتشتغلي يمين وشمال وتزايد والى اخره. القاعدة اللي معايا دي انا عايزاها كبيرة شوية، يعني هي بتهيألي انا هقف كده عند السطر الرابع مش هكمل، بس التزايد بنفس الطريقة. يعني لو انت هتعملي سطر خامس هيبقى احنا هنا في الرابع، التزايد في الرابعة هيبقى التزايد في الخامسة، وهكذا التزايد في الستة. هي شغلها سهلة وخفيفة، بس عايزة حد مركز بس، ومرة في مرة تعرفي تظبطي التزايد. وان حبيتي تسأليني في اي حاجة في التزايد سيبيلي كومنت، طبعا هرد عليكي. وان حبيتي تعملي اي شكل قاعدة مربعة مدورة ابعتيلي وانا انفذها لك، وهو بالفعل ان شاء الله هتلاقوا الفيديو للقاعدة المدورة اللي هي زي الكوسترات، هتلاقوا للمربعة البيضاوية بنعملها سوا، وهكذا، والمربعة برضو. وان شاء الله الفيديو الجاي هعمل معاكم القاعدة المربعة. انا هنا قربت اوصل لايه، لقبل التزايد خلاص اهو، خش على التزايد عشان اعمل التزايد معاكم. انا شغالة في الاول بالراحة جدا على فكرة، وما زلت والله شغالة بالراحة عشان اوصل لكم الفكرة اسهل. انا هنا هشيل الماركر، احنا قلنا التزايد في الغرزة الرابعة، فهيبقى 1. احط بقى الماركر، هو دلوقتي ما عدناش محتاجينه لان ده اخر سطر، بس انا هحطه عشان نقارن عدد الغرز هنا بعدد الغرز هنا في البداية والنهاية، عشان تعرفوا ان انتوا شغالين صح. ادي 1 2 3، الرابعة فيها تزايد، 1 2، يبقى 1 2 3، الرابعة فيها تزايد، 1 2 3، الرابعة فيها تزايد. يلا واحد 2 3، هي هنا الرابعة فيها تزايد. طيب التزايد ده اصلا احنا كنا شغالين في اول السطر اهو، تالي كده يا رب تكون واضحة، في اول السطر خالص. اللهم صل عليك يا نبي، ال3 سلاسل والعمود، فهو كده بالفعل في هنا التزايد. طيب انا هقفل بمنزلقة، اوكي اهو، يبقى هنا اخر التزايد هحط الماركر ونعد سوا، واقول لكم على طريقة حلوة قوي للقفلة. يا 1 2، ده انا بس على ما اخلص. طيب نشرح الاول عملنا ايه في السطر الرابع عشان مش مركز يركز. يلا عملنا ايه في السطر الرابع؟ كل اللي احنا عملناه ارتفعنا 3 سلاسل بمثابة عمود بلفة، بعدين عملنا في نفس الغرزة في نفس السلسلة في نفس العمود بلفة ارتفعنا عمود بلفة. طيب مشينا الجنب كله عمود بلفة، جيت هنا عند التزايد اللي كان فيه ماركر بالفعل
شلت الماركر واشتغلت التزايد. التزايد عبارة عن غرزة عمود بلفة، غرزة عمود بلفة، غرزة عمود بلفة، في الرابعة تزايد. يعني 4 عواميد، كل عمود لوحده، وفي الغرزة الرابعة تزايد، وهكذا. مشيت الجنب كله وبعدين حطيت الماركر بتاعي عند اخر تزايد، مشيت عمود بلفة في الجنب كله، وجيت هنا عند التزايد الاخير عمود بلفة عمود بلفة عمود بلفة، والرابعة 2 عمود بلفة بس. قفلت بمنزلقة. طيب انا عايزة اعرف القاعدة مظبوطة ولا لا. هي اصلا شكليا هي مظبوطة اهي. اوكي طيب انا حابة اتأكد برضو، يعني زيادة تأكيد، مش حاجة وحشة. هنعد من اول الماركر: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. يبقى احنا معانا هنا في الدايرة دي 20 سلسلة. اوكي نروح للناحية التانية نشوف كام سلسلة. اول الماركر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 والغرزة اللي قفلت اهي 19 ودي 20 اللي فيها ايه الماركر. طيب اوكي انا هشيل الماركر خلاص بقى، كفاية ماركرات كده. في قفلتين، بمعنى انا دلوقتي هنا قفلت بمنزلقة زي ما قفلت معاكم كل سطر، الاول والتاني والتالت والرابع وهكذا. طب انا دلوقتي لما قفلت كل سطر بمنزلقة هرتفع مثلا 3 سلاسل وهكمل الشغل باي شكل باي غرزة باي طريقة انا حباها كده. اوكي تمام مفيش مشكلة برضو. طيب لو انا حابة، هي الطريقة دي احترافية وجميلة ومش باينة اصلا، يعني انت هنا لو جيتي تدققي مش هتلاقي فين البداية وفين النهاية، هي كلها ماشية شكل واحد، حاجة كده يعني بيرفكت خالص ما شاء الله. طيب لو انت حابة تقفلي بطريقة تانية، يعني انت لو حابة انك تقفلي بطريقة تانية هتقفلي ازاي؟ المفروض ان احنا هنقص الخيط، يعني اهو انا هنا مثلا كده تمام، انا هنا هعتبر ان انا قصيت الخيط، لكن انا مش هقص الخيط لان انا هكمل شغل عمود بلفة، فمش محتاج ان انا اقص خيط يعني بصراحة. بس انا هعتبر ان انا قصيت الخيط وان دي الفتلة اللي باقية، هنعتبر كده. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي في السلسلة اللي هنا اللي احنا قفلنا فيها اصلا، هنعمل كده، هنعتبر ان دي فتلة واحدة عشان انا ما قصيتش، هنقوم عاملين كده. اوكي هنخش في قلب السلسلة ذات نفسها في الفي السبعة اهي، هي اهي، هخش في قلب السلسلة ذات نفسها واخد الفتلة اهي، هتتقفل بالشكل ده. هضيقها بس هي هنا سميكة شوية علشان خاطر دي فتلتين، يعني قلتلكوا تهيئوا كده ان احنا قصينا، بس انا مش عايزة اقص بصراحة لان انا هكمل، لان هي ما شاء الله جميلة جدا، فمش باين فيها بصراحة البداية والنهاية. هتبقى بالشكل ده، احترافية جدا، حلوة جدا، كلها حرف في بعضها. طبعا الخيوط بحطها ما بين الشغل عشان ما تبانش، لكن انا حاليا زي ما قلت لكم انا مش هقفل بالطريقة دي، انا محتاجة ان انا اقفل بمنزلقة. اشد الخيط بتاعي واطلع اقفل عادي القفلة الاساسية اللي كانت معاكم بمنزلقة. دي القاعدة. هرتفع بس سلسلة كده ولا 2 عشان الخيط ما يفكش. دي القاعدة. انا شرحت كل سطر، شرحت عملنا ايه، شرحت استخدمنا ايه، احتاجنا ايه، يعني بتهيالي تفصيل التفصيل. طب انا لو فاتني حاجة ابعتولي عادي في الكومنت واسألوني، هرد عليكم اكيد طبعا. اللي مش مشترك يشترك، وان شاء الله معنا كل جديد وكل حاجة حلوة. اللي حابب انه يعرف حاجة، عايز يعرف طريقتها، يبعتلي، وانا ان شاء الله بامر الله هنزل لكم على طول فيديوهات وهعمل لكم اللي انتوا عايزينه، وان شاء الله تكون القاعدة يعني انا شرحتها بطريقة تكون سهلة سلسة، تكونوا حبيتوا الفيديو، واهم حاجة تكونوا استفدتوا.
وطبقوا. ولو وقفتوا على حاجة سيبولي كومنت وانا ان شاء الله